مرحبا بكم في قناة أخبار الملاعب. إليكم أبرز أخبار كرة القدم العالمية والمحلية اليوم. نبدأ مع دوري أبطال أوروبا. نجح نادي باريس سان جيرمان في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد مواجهة قوية. في مباراة العودة تألق النجم عثمان ديمبيلي بشكل لافح، وكان له دور كبير في وصول الفريق الباريسي إلى النهائي. الجائزة تشير إلى أن عثمان ديمبيلي هو أفضل لاعب في العالم لهذا الأداء المذهل. أما بايرن ميونخ فقد ودع البطولة بعد مباراة صعبة. في الدوري الإنجليزي يواصل نادي ليفربول تقديم عروض قوية هذا الموسم مع استمرار تألق محمد صلاح، كما يقترب مانشستر سيتي من حسم لقب الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا. في الدوري السعودي يواصل نادي النصر المنافسة بقوة على الصدارة بقيادة كريستيانو رونالدو، بينما يستمر الهلال في تحقيق نتائج قوية على المستوى المحلي والآسيوي. في أخبار الانتقالات داخل الدوري المصري، تسعى إدارة النادي الأهلي لتدعيم الفريق بصفقات جديدة استعداداً للموسم المقبل، كما يعمل نادي الزمالك على دعم صفوفه بعناصر هجومية ووسط قوية. في أخبار الانتقالات العالمية، ما زال مستقبل كيليان مبابي يثير اهتمام جماهير كرة القدم مع تقارير تربطه بعدة أندية أوروبية كبرى. كانت هذه أبرز أخبار اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد.